كمثال في فيلم كمثال زي حنكيش. استاذ كمال الشناوي بيقول لك ايه؟ قدر في منتهى الايه؟ القسوه، قدر في منتهى القسوه. في نفس الفيلم الفيشاوي بيقول له ايه بقى الفيشاوي؟ انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، بقى عليه حاجات وربنا عليها حاجات. في نفس الفيلم برضه ما تقول لا حول الله يا رب. عن طرف مشاهدات فريد شوقي، فريد شوقي طبعا مهول معانا كبير جدا، له طريق الفردوسي لوحده. بيقول عناية الله نجتني وهذه التميمه، بيقول لاخوه شيبوه بشر الخير عبد السلام النابلسي بيقول لك اتوسل اليك وضربة معلم. مقبول كان بيقول فيه ايه بقى؟ تلاقيك بياكل رز مع الملائكه، خلوا الملائكه تاكل رز. فعصابه برضه احمد وتوتو مقبول بيقول لك اسيبك وتاكلي رز مع الملائكه. كيدهن عظيم. عفاف شعيب بتقول ايه؟ اسم النبي حرصك يا سعاده البيت. فيلم البطل اسماعيل ياسين طبعا بيقول كده يا رب اديني تفتكرني في الايام الاخيره، يعني ربنا كان ناسيه وافتكروا في الايام الاخيره اسماعيل بني. بيقول في نفس الفيلم برضه انا سالت قالوا لي ان جهنم كومبليت، يعني جهنم خلاص مقفوله دلوقتي. بيقول برضه واحد تاني كان بيقول لك يا حول الله يا رب. طيب السكريه طبعا احنا قلنا الذي احبها لدرجه العباده في الاول المجهول ده. هو سلطان بتقول يا سيده زينب، بتنادي بقى سيده زينب بقى، شوف سيده زينب هتعمل لها ايه. حسن الامام ابن حسن الامام بيقول ايه بقى؟ شيلها يا حسين. ثم بيقول قاعد يقول لك مدد مدد مدد. وبرضه في نفس الفيلم بقى يحيى الهلال مع الصليب وتكرر القساوسه والمشايخ ويخشوا بقى البتاع. هنا في نقطه مهمه بقى. هيجي حد يقول لي والله يا شيخ انت بتتكلم ازاي؟ ما ده بيحكوا تاريخ، ما ده حصل بالفعل ويحيى الهلال مع الصليب. طب ماشي لو افترضنا ان ده حصل بالفعل، انت بتحكيه عن طريق ايه؟ تاريخ موجود؟ طيب لما الناس تيجي تقول كلام كفري حتى كلام يسب الله ورسوله بيأذينا احنا، بيأذي في الدين نفسه. انت تيجي بتذكره بقى ليه؟ طب ماشي بتحكي تاريخ والابطاعات وغير ذلك زي المسلسلات والافلام الدينيه والكلام اللي هتقولي ده انا ارد عليه. طب ما هو في الافلام دي اصلا وفي التاريخ ان في زنا وفي قتل وفي خمره، طب الحاجات دي ما تمثلش ليه؟ يقول لك لا ما ينفعش. طب ما تنفعش ليه تمثل؟ والمخدرات تتشرب في الافلام ايه؟ يقول لك لا والله عشان بيحكم القاضي ما يرضاش ان في زنا او قتل ولا حاجه زي كده، في قانون يمنع ذلك. القانون يمنع ان الواحد ايه يقتل ويسرق والكلام ده كله، ان تسب الله ورسوله تنتهي الايه؟ الامر مفتوح. تمام؟ طب ماشي. تعالى بقى نقول في ايامنا الحلوه طبعا جايبين بقى 3 ممثلين معروفين ومحبوبين، عبد الحليم واحمد رمزي وعبد الحليم حافظ واسمه عمر الشريف وزينات صدقي وغيره. زينات صدقي طبعا كانت بتقول لك لا حول الله يا رب. عبد الحليم حافظ بيقول احنا زرنا النبي. زينات صدقي بتقول الليله موسم اللي هي نص من شعبان ومفترجه والسماء مفتحه كل واحد يدعي. ده طبعا ليله النص من شعبان تلاقي الناس بتقول لك بتردد الكلمتين ده اصلا. فتحي حمد كان بتقول له عمر الشريف تعالي نشوف كان بيقول لها ايه؟ كان فتحي حمد بتقول لها ايه؟ تعالي نشوف بختك. احمد رمزي بيقول انا خلقت دكتور من تحت الارض. فتوات الحسينيه دول حمد الحكيم بتقول العاشر في جمال النبي صلى الله عليه وسلم. من بكره هوفي النادر اللي عليا واعمل ختمه للسيده زينب. يعمل ختمه للسيده زينب. داوود السلطان على ما اتذكر. طب ماشي. طبعا راجل ب7 ارواح محمد صبحي لا حول الله يا رب، وكذلك برضه دستور 5 مرات واحد مقبول قالها. لا الشر ما انفع هتلاقي منها ابراهيم بيقول مدبولي كان بيقول ايه؟ نظر في الفنجان وقال السكه مسدوده وانا عارف دايما سدها في وشي. طبعا الشياطين في اجازه الله يلعن الزمن ده مجهول. ومحمد عوض بيقول اعظم دليل على ان الانسان اصوي. طبعا الناس مش فاكره ان الكلام ده كله الناس اللي بتجيب لك لا والله لا هتيجي تنقض تقول لك طب ايه الكلام ده منعه ايه ده؟ الناس بتردده، الناس بتردد الكلام كده يا فنانين. احنا اقل حاجه بقول يا اخوانا ما بنقولش الكلام ده. هذه الفاظ وهذه اخطاء تخالف عقيده ربنا سبحانه وتعالى، عقيده الدنيا. طيب في برضه هتلاقي كمثال في ابن الحته شلايه مواشي سرك باتع يا ست. ده طبعا فريد شوقي دستور. ده هو اللي بيقول كده مش انا. حمزه حمزه يا رفاعي مدد يا شيال الحمول يا سيد يا امين الهريب. جواز على الهوى هو فيلم المحروس اسم النبي حرف. ده واحد مجهول ما اعرفوش. الفاتنه والصعلوك الاستاذه عائله التي بتقول لك كده اللي هي كامله محمد تامر اسم الحقيقي. نظرت في الفنجان وقال شوفي ما فيش سفر كل السكك ايه؟ مقفلين. طبعا تعالى في فتوه الناس الغلابه. فريد شوقي لا حول الله يا رب. ليلى فهمي ولها طويل كانت بتقول دستور، مره ثانيه بتقول دستور يا سيدي. انا بنفذ اهو، نفذ اوامر بقى لسياد. اما اروح اجيب له البخور يروق دم بتقول تاني دستور يا سياد. دستور 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 دستور. طيب انا الدستور يا سيدي بنفذ اوامرك وكان معاها البخور. بتقول مره ثانيه معلش يا سيدي دستور ماليش ذنب ماليش ذنب.
بتقول مرة تانية دستور، انت لابسه الازرق ليه كده؟ ليه يا ساتر؟ مرة بتقول له شيلاه يا سيدنا يا حسين نظرة ومدى، نظرة ومدى ده الحسين. هو خارج بتجاوب بتقول الفاتحة امانة يا اخويا. طب تعالى في مشاغبين في البحرية، بقول 5 عليك يا بنتي يا حبيبتي 5. احمد راتب بيقول الرحمة يا سيدي المرسي، بياخد الرحمة من مين؟ من سيدي المرسي. ابو العباس اسكندراني. مريم منير بتقول عزرائيل شطب قفل دفاتر. الاسر يقول لها ايه؟ لا يظهر انه واخد اجازه الايام. يعني هي بتقول له خلاص بقى عزرائيل بقى ايه؟ قفل الدفاتر خلاص. لا انا راجل واخد اجازه يعني كده. وخلوه راجل مره وخلوا الملائكه نساء وحاجه تجنن وحاجه تحزن وما نعرفش ايه في ايه في البلد دي. ما حدش بيقول لهم ايه. طيب. وطبعا بجاحتهم كبيره، يعني عارف الناس مش هتسكت على الكلام اللي احنا بنقوله ده. ولكن بفضل الله لا نخشى في الله لومة لائم. في بصل النهايه لينكن بيقول لك لا حول الله يا رب. على باب وزير الناس في الشارع بيقول لك لا حول الله يا رب. في انت اللي قتلت بابايا بيقول لي ايه؟ عزرائيل راح يقبض روح واحده في الترام حجز عليه. لا الترام حجز عليه. عزرائيل راح يقبض روح واحده قال له الترام ايه؟ حجز عليه. مجهول بيقول له عزرائيل قبض عليا قبله. فيلم الانور وجدي محمد كامل بيقول لازم الملائكه بيحاسبوه جوه، الراجل عمال يلعب بقى ملاكمه والكلام ده كله انور وجدي وبيهزر وكده وهو منتظر انه يموت، بيقول الملائكه بتحاسبوه جوه. مع حب واشواق محمود عبد العزيز بيقول لي انت لا بترحمي ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل، يعني هي بتقدر تمنع رحمه ربنا انها تنزل. وده موجود كتير جدا الالفاظ اللي زي دي. في عفريته هتلاقي اسمها اسماعيل ياسين فردوس محمد بتقول دستور يا سيادنا. اسمها برضه اسماعيل ياسين بيقول وارقى عليكي واستسمحك، وارقى عليكي واستسمحك. يا الله والله لفظ غريب قوي يعني. مريم بتقول النبي حرسك وصينك في نفس الفيلم. النبي حرسك وصينك دي نجوى سالم بس كانت في واحده من المسرحيات. يرفعي مدد في ابن زواد مجهول. فطبعا انا فين وانت فين. المهندس بيقول ايه؟ الحجاب يحفظني من السرقه والنشر. وبرضه قال في نفس كده يعني عذرين نشالها هي كمان تقول لي شويه والناس تضحك عليا في المسرحيه ما فيش مشكله. فيلم النمر بقى طبعا هتلاقي مقدمه الفيلم مكتوب عليها نعيم عاكف معبودة الجماهير. ده البدايه. مجهول بيقول معبودة الجماهير. انور وجدي 3 مرات بيقول معبودة الجماهير في نفس الفيلم. مجهول قال مدد يا ارسيل لوبين ابن لوبين. انور قال لا حول الله يا رب. مجهول بيقول لك معبودة الجماهير برضه. مجهول بيقول ده الطور اللي شايل الدنيا على الارض. طبعا دي الناس عندها فكره لغايه دلوقتي ان في طور شايل الدنيا كلها على الارض. ده بيخالف العقيده. ولما يجي يبدل القرن من القرن الحته للقرن الثاني كل 500 سنه ولا كل فتره يحصل زلزال. تمام تعال. عمر الحالي بيقول ايه؟ في حكم رؤوف لكن اعمل ايه؟ انا عبد المأمور. تيجي كلمه حد يقول لك انا عبد المأمور. ما خلاص بقى. في مشكله بتقول له لا حول الله يا رب. سراج منير بيقول لا حول الله يا رب. عمر الحالي بيقول لها ايه؟ بيقول لها اسكتي اتوسل اليك. لفظ التوسل. سفير جهنم يوسف واهب بقى. يوسف واهب المسؤول الكبير هو فؤاد شفيق. 2 اخوات. 2 مش اخوات طبعا كده لا اخوات في الماسونيه. وطبعا فؤاد شفيق الاخ الاكبر لحسين رياض. طيب يوسف واهب بيقول ايه؟ ترجعني كان طلع دور ابليس. ترجعني انا ربك اعبدني انا سيدك. ترجعني انا ربك اعبدني انا سيدك. شفت الكلام؟ فؤاد شفيق بيقول فردوس محمد في الفيلم ايه ده برضه؟ وكسبت ايه من صلواتي؟ الهام شاهين كان في احد الافلام قالت مراتي ربنا افتكرها بس هحاول اتذكر الفيلم ده. انا والراجل بيقول لك في فيلم كذب في كذب. فبقول له انا اعبدك يا عم محمد. شوف لفظ العباده الذي لا يقال الا لله سبحانه وتعالى. اعبدك يا عم محمد. في القلب له احكام وعبد الفتاح الاسره بيقول لي يا ارض احفظي ما عليك. الناس كلها بتاخدها من عبد الفتاح الاسره على طول. اي حد يقول لك يا ارض احفظي ما ويقلد الاثر. نبيل عبيد كان بتقول في افلام احد افلامها ربنا افتكرها برضه. افتكروا برضه. بس هحاول اجيبه لك برضه. المشخصاتي فيلم جديد الواد اللي فيه بيقول لك بقى القدر لعب لعبته. شفت الكلام الجامد يا الله. في المتمرده لما بيقول لك انا بعبدك. شمشون ورجل طبعا كان بيقول لك لا حول الله وانتشر على دين الحصر هي الاسره على طول. فكان هنخش بقى كلمه ربنا افتكرها دي برضه هتلاقي في مافيا امك ربنا افتكرها جمال اسماعيل فيلم جديد. طيب هنلاقي اذكياء ولكن اغبياء. طبعا بيجيبوا الناس من الكوميديانات عشان يقدروا ياثروا في الايه؟ في الناس. سمير غانم بيقول له شيلها يا سيادنا او شيلها يا سيدنا. علي شريف بيقول اسم النبي حرصه. سمير بيقول يا سيدي
يا سيد يا بدوي، يا سيد يا بدوي. ادي الاستغاثات دي بتاع سمير ايه؟ غالي. طيب رشدي أباظة عليه في الفيلم ده مرات ما يقولش حاجه، يقول لها اهديكي ورده، اهديكي هذا الورد لكي لك يتعبد عني في محراب جمالك. يتعبد ليها في محراب جمالك. طيب طبعا نهايه القصه لا حول الله اسمها سنه وحام فوزي قال اتوسل اليك. كان زي عمر حليم في وفاه بيقول لك ايه؟ انسان بتحبه لدرجه العباده. فيلم حلم الروح بيقول لك ايه؟ عزرائيل استلطفها. اسماعيل ياسين بيقول الانسان بيقدر والاقدار بتضحك عليه. ده اسماعيل ياسين بيقول عزرائيل استلطفها، الانسان بيقدر. دي كلام صباح. بيقول لك ايه بقى؟ امنا حواء، شوف بقى الاستهزاء بقى، خش بقى سيدنا حواء بقى وسيدنا مين ادم. امنا حواء ما كانش قدامها الا ابونا ادم، وبرضه رأيته مقلب خرجته بره الجنه. ده كلام اسماعيل ياسين. يعني شوف بقى بتقول لك ان ايه؟ حواء ضربت ادم مقلب كده وكانها لعبه بقى حكايه. عبد السلام اللاهوتي قال اي نعم وكلهن حواء. ايه ذنبها الورده الجميله اذا كانت الطبيعه خلقتها بين الاشواك؟ ماشي، قولوا تعالى بقى. الفيلم مشهور وغريب جدا جدا، والناس ممكن يعني كتير مش مشهور. عن الاستاذ الكبير وحش شاشه فريد شوقي. الراجل ده طلع فيلم اسمه ايه؟ طريق الفردوس. ده حتى في حاجات مصر ما جبتهاش لسه. توفيق دي بيقولوا ايه بقى؟ تجيبها من الاول، نجيبه لك من الاول برضه. هتلاقي الفيلم من البدايه جدا خالص المولد ماشي، وفريد شوقي ده طالع بقى الشيخ عليش، وماشيين عامل لك ايه؟ مدد. طول ما ماشيين بقى مدد يا شيخ البيت ايه؟ مدد. مجهوله بتقول له بركاتك يا شيخ عليش، بتقول لفريد شوقي كده سيء عليك النبي تشفيه وتحميه للواد الصغير. يعني فريد شوقي بقى هيشفيه ويحميه، راجل مبروك. طب يا عم المبروك، بتقولوا له بقى مدد على طول المدد. كرامتك يا سيدنا الشيخ، يا أهل بيت النبي حلة الطيبات والخيرات، يا أهل الكرامات شيلها يا شيخ عليش. الناس مدد، الناس كلها تقول مدد يا شيخ عليش، مدد 2000 صلاة ومدد. الشيخ عليش بيقول ايه بقى؟ خلاص ربنا، بيقولوا ايه الشيخ عليش؟ خلاص ربنا افتكر، يعني كان ربنا ناسي عليش وبعدين افتكر لما مات، وبعدين يقولوا كراماتك يا شيخ عليش بعد ما مات. طيب عليش ده مات، فريد شوقي مات في الفيلم، طلع بقى هيخش الجنة ولا النار. جه عند الجنة عايز يخش، لقى صوت راجل هادي بسيط، الناس بتقول لك والله ده صوت رضوان خازن الجنة. عماد حمدي الاستاذ الكبير بيقول ايه بقى؟ بيقول له بقى ايه؟ عليش ابن ادم كان شيخ في بلاده، مبروك في الارض، روحه بتتسلم دلوقتي، منقول مرفوض مرهوب. ابن ادم اللي اسمه عليش روح على النار يا عليش دغري، يمكن هناك تاخد فرصه. يعني هو واقف قدام الجنه ده، بس طبعا صوته موجود بيقول لي عليش انك انت مالكش مكان عندنا، روح النار. مقاليد الجنه فيله. ففريد شوقي بيقول له يا نهار ابيض اروح النار ليه؟ عملت ايه؟ قال عماد حمدي ولا حسنه في قلبك تشفع لك ولا خير في حياتك قدمت. اعمل لك ايه؟ فاكر الجنه دي ايه؟ فريد قال ايه؟ طبعا ده انا راجل من اهل الخطوه، بايدي خطوه ولا خطوتين مش عارف. من اهل البركه والمعروف شوف عندك وحياتك شوف. يقول له شوف في الورق، شوف بقى. عماد بيقول له مش كفايه البركه مش كفايه ولا نفع خطوه، وكمان ايه؟ تمام ايه بقى؟ فاضيه كل جيوبك للعيش، قدامك اسمك بالكامل يا عليش، راجل لا يهش ولا ينش، ما عملتش ولا حاجه في دينك، نحاسبك عليها في اخرتك، اتفضل امشي من هنا. فريد بيقول له بقى على فين؟ النار. بيقول له على النار. ده عماد حمدي بجوارنا على شمالنا، اتفضل خلينا نشوف ايه حالنا. توفيق الدين بقى طبعا هيروح النار. مين بقى اللي هيمثل دور بقى ملك خازن النار؟ هو مش كاتبين مالك، بس الناس يطلع فيهم ان هو ملك خازن النار. صوته بيقول له اهلا زعليش، اهلا شرفت جهنم، اهلا بيك، اي خدمه. طبعا فريد بيقول له مطرود من الجنه، مش لاقي حته بات فيها. توفيق بيقول له ايه؟ هو احنا في القنده يا زعليش، ما تفوتش، انجز امشي، ابعد عني، ما كانش ناقص غير انت. فريد بيقول له لا الجنه هداني ولا النار عاوزاني، ابد في الشارع يا اخوانا. دي النقطه بقى، انا بقول لك واحد راح الجنه ملهاش مكان وراح النار ملهاش مكان، قال له ايه ده روح ابد في النار احسن.
هي دي النكت اللي بيطلعوها. ففريد شوقي بيقول له فريد ايه؟ بيقول له بقى ايه؟ يمكن ذنب قديم منسي، شوف تحبس راجع منسي. تمام؟ طب ماشي.